ورجعنا وياكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع طبق الفواله، وطبقنا اليوم بيكون طبق مبتكر، لاول مره بنسوي التيراميسو بنكهه خليجيه. نستعرض ويا بعض المقادير. احنا محتاجين حق مقادير الكيكه، محتاجين من 5 إلى 6 بيضات، وعندنا هني ما يعادل نص كوب من الزيت، وعندنا هني كوب من السكر، وعندنا السمسم اللي احنا بنذره عليه من فوق، وعندنا هني مقدار من الطحين، وعندنا ملعقه من البيكنج باودر والزعفران بالاضافه للهيل. وممكن ترجعون لهاي الوصفه في الحلقات السابقه في السيزون الاول، سوينا فيها اللي هي مقادير قرص العقيلي الكويتي، فممكن ترجعون لهاي الوصفه. ومن بعد ما نسوي خلطه الكيك هذه شو بنسوي؟ بناخذ عندنا البيض وبنحطه في البلندر الخاص بالعصير مثل ما راويتكم قبل، وضفت الشكر عندنا وضفت القليل من الزيت عشان بس نساعد ان الخليط يكون خفيف. ومن بعدها شليناه وضفنا عندنا الهال والزعفران بالاضافه للبيكنج باودر والطحين. ومن بعدها شو سوينا؟ اخذنا صواني مثل هاي الصواني اللي هي المسطحه الرفيعه هذه، وحطينا ورق الزبده وصبينا الخليط على شكل طبقات رفيعه. ليش؟ عشان ناخذ فكره اللي هي السبونج كيك اللي دائما يستخدمونه في التراميسو. فهاي تقريبا مقادير القرص العقيلي الكويتي اللي احنا بنستخدمه في هاي الوصفه. وننتقل وياكم للمرحله الثانيه او للمقادير الثانيه. عندنا هني معروف بالنسبه للتيراميسو دائما انهم يغطسون الكيكه هذه او يبللونها بشويه من القهوه، اللي هي سواء الاكسبريسو او اللي هي القهوه سريعه التحضير. لكن هاي المره لاني ابغى اعطيها طابع خليجي، فشو سويت؟ عندي هني مقدار من الحليب والزعفران، ذوبيتهم مع بعض لين ما حصلت على هذا اللون من الحليب. وبعدها بيكون عندنا خليط الجبنه او جبنه المسكربون اللي احنا بنسويها اليوم. فعندنا هني ما يعادل كوب وربع من جبنه المسكربون، وعندنا هني كريمه، وعندنا هني القليل من السكر، والمقادير بشوفونها على الشاشه. في البدايه كمشاهدينا بنبتدي نتكلم عن خليط الجبن بنسويه، في نفس الوقت بنبتدي نتكلم عن الكيك. فبناخذ اول شيء عندنا هني الجبنه، ودائما يفضل بالنسبه للجبنه نحن لازم نحطها في الثلاجه وقبل ما نستخدمها نطلعها عشان ما تبتدي تذوب عندنا. معروفه هاي الوصفه انها وصفه ايطاليه اللي هي التيراميسو، لكن بتغيير بعض من المكونات حولناها للنكهه الخليجيه. عندنا هني السكر بودره، وعندنا هني مقدار من الكريمه، بنضيف نص المقدار وبنحرك الخليط، وكل ما حسينا انه محتاج ممكن احنا نزيد. حد بيسألني بقول خذ ممكن احنا نحط الزعفران او الهال عشان يعطينا الطعم. ممكن نحطه بس بيكون اوفر. ليش؟ لان هني عندنا الحليب اللي بنبلل فيه الكيكه فيه زعفران، والكيكه اوريدي تحتوي على زعفران وهال، فمو بحابين احنا يكون وايد الطعم مركز، عشان هالشيء احنا ما حطينا عندنا الزعفران. بنبتدي نشغلها على السرعه البطيئه، والحين بنبتدي نضيف المقدار المتبقي من الكريمه. والهدف من وجود الكريمه انها تعطيها قوام وفي نفس الوقت يكون ملمسها كريمي. فدائما بالنسبه لهاي السوائل نحن خصوصا على الانواع اللي هي تحتوي على الاجبان وغيره ما نحطها دفعه واحده لان ممكن انها ما تندمج معاها بكل سهوله. فبنضيف الحين المقدار الثاني او المتبقي، وبنخلي الحين عندنا الخليط ينخلط في الخلاطه لما يبتدي يندمج. في هالاثناء مشاهدينا بنجهز وياكم الكيك. فبتلاحظون هني عندنا الكيك بعد ما صبيناه حطيناه في الفرن لمده دقائق بسيطه، وبتلاحظون انه هو مثل الكيك الاسفنجي. ومعروف انه في ايطاليا انهم يسوونها بنوعين، ممكن يستخدمون اللي هو البسكت اللي هو الليدي فينجرز، او انهم ممكن يستخدمون السبونج كيك. فاول شيء شو بنسوي؟ بنقطع عندنا هني الاطراف. بتقولوا لي خلود سكينه منشاريه، هي ممكن استخدم السكينه المنشاريه في حاله واحده اني انا شو اذا كانت الكيكه سماكتها وايده، فلو اني استخدمت النوع من السكاكين بضغط الحبات فما بتكون هشه عندي، لكن لان هاي الطبقه وايد رفيعه فاستخدمت السكينه العاديه. الحين نقطع اللي هي الاطراف. وممكن نسوي أكثر من طبقة على حسب الطبقات اللي نحن بنسويها.
في العادة أن هالنوع من أنواع الكيك أو اللي هو التراميسو يكون عبارة عن 3 طبقات، فممكن تسوونها طبقتين أو 3 على حسب الرغبة. وممكن حتى تاخذونها وتقطعونها على شكل دوائر وتحطونها في الصحون اللي متعودين ناكلها في الحلويات، فهي على حسب الرغبة. الحين الخلطة استوت عندنا جاهزة، فنبرد هني عندنا وناخذ عندنا القالب اللي نحن بنسوي فيه ونشوف السايز. كيف ان احنا ممكن نحدد السايز؟ مش من هني، لان هني بيكون السايز مختلف. القاع هو اللي يحدد سايز الصينيه. فممكن احنا ناخذ عندنا هني القاع ونشوف احنا محتاجين لهالمقدار، فتقريبا هي بتكون عباره نصين. فبناخذ عندنا هني الكيكه ونحطها هني عندنا في القالب. ومن بعدها شو بنسوي؟ بناخذ عندنا هني خليط الزعفران مع ماي، الزعفران والحليب، وممكن حتى نضيف شويه من ماي الورد لو كنا حابين. ونبتدي ان نحن نبلل هاي الكيكه لانها كيكه اسفنجيه بالزعفران والحليب. ويفضل دائما بالنسبه لهاي الوصفات ان احنا نسويها قبلها بليله ونحطها في الثلاجه، وما نخرسها وايد بالحليب عشان ما تتقطع عندنا، وخصوصا بالنسبه للقاعده عشان تكون محافظه على شكلها. فهذا هو مقدار الحليب. ومن بعدها مشاهدينا بنبتدي نضيف شويه من خليط الجبن اللي عندنا. ناخذ عندنا هني الخليط. وبالنسبه للزوايا اللي موجوده عندنا هني ممكن احنا نخليها، ما بتضرنا، لان احنا في النهايه بناخذها وبنقطعها فما بتكون عندنا اي ضرر منها، فعادي ممكن احنا نخليها. وبناخذ عندنا هني شويه من الخليط اللي موجود عندنا، خليط الجبنه مع الكريمه، ونوزعها عندنا في الصينيه. والايطاليين شو يسوون؟ يحطون بين طبقات الجبن هذه يحطون شويه من الكاكاو البودره، لكن انا هني لو حطيت الكاكاو مع الزعفران نكهتها ما بتكون وايد اوكي معانا. فشو ممكن نسوي؟ ممكن احنا نرش شويه من الفستق، نكسر الطبقات هاي، وفي نفس الوقت نكون اعطيناها لون مميز بالنسبه للون الاخضر. هذا هو عندنا بالنسبه للطبقه الاولى. بناخذ شويه من الفستق المطحون عندنا. معروف ان الفستق وايد دخل عندنا في الحلويات العربية والخليجية، فما منه ضرر، فتكون رشة بسيطة. ومن بعدها بنحط اللي هي الطبقة الثانية ونسوي بنفس الطريقة. بالنسبة لهاي الوصفة إذا أنا سويتها بطبقتين بتكون جدا رفيعة، بس أنا لو كنت حابة إني أسويها بالستاند المعروف عليه أنه لازم أسويها 3 أو 4 على حسب الرغبة. هذا هو قالب الكيك أو شريحة الكيك الثانية. شو بسوي؟ ببتدي أني أنا مرة ثانية أرد أبللها بالزعفران والحليب. حلو ان احنا نبتكر في مطبخنا الخليجي، وممكن حتى ناخذ افكار من المطابخ الثانية ان احنا نغير في تكوينها او نعطيها النكهة اللي احنا متعودين عليها كخليجيين. فعشان شي نحن سويناها هاي المرة بالزعفران واستخدمنا قرص العقيلي الكويتي في هاي الوصفة. الحين من بعد ما بللنا الكيكة بخليط الزعفران والحليب بناخذ الطبقة الثانية من الجبن ونحطها عندنا. ونوزعها ونحط في عين اعتبارنا ان هاي بتكون الطبقة الأخيرة. وفي أكثر من طريقة، ممكن احنا نحطها باستخدام السباتيولا بهالطريقة، وممكن احنا ناخذها باستخدام القمع الخاص بتزيين الكيك ان احنا نحطها داخل ونبتدي ان احنا نسويها على شكل وردات على حسب الرغبة. فمشاهدينا نستمر في الخطوات اللي عندنا نفس الشيء، ان نحن نحط الجبنة ونحط عندنا الفستق. ومن بعدها مشاهدينا من بعد ما نخلص الطبقات هاي كلها نحطها في الثلاجة ونخليها لمدة ليلة كاملة. ومن بعد ما تستوي عندنا براويكم شكلها انها تكون شوي متماسكة، فهاي نخليها على يم. وبنطلع وياكم من الثلاجة القالب الجاهز عندنا. هذا مشاهدينا
شكل القالب اللي موجود عندنا اللي هو التيراميسو. سويناه بنفس الطريقة، ان الطبقة الأخيرة سويناها بشوية، أو أخذنا اللي هو الكيس الخاص بالتزيين وحطينا وزعنا الجبنة بهاي الصورة. شو الخطوة الثانية اللي نحن بنسويها؟ بنبتدي نرش مقدار أو كمية وافرة من الفستق المطحون. نعوض طبعا الشيء المعروف في إيطاليا انهم دائما يحطون الكاكاو البودرة، فاحنا لازم نغطي هاي الطبقة كلها بالفستق. وممكن تحطون الفستق هذا قبل ما تدخلونها الثلاجة عشان تبتدي تلصق عندنا طبقة الفستق بالجبنة اللي موجودة عندنا، فهي على حسب الرغبة. مشاهدينا، من بعد ما وزعنا عندنا هني مقدار الفستق، بقطع لكم قطع عشان اراويكم شكل الطبقات من داخل كيف. ناخذ عندنا هني طبق التقديم، شل عندنا هني الكريمة، بناخذ عندنا هني مشاهدينا اللي هي السكينة، وبنقطع قطعة من التيراميسو، وناخذ عندنا هني وننتبه يوم بنشيلها ان نحافظ على شكل الطبقات اللي موجودة عندنا. والحين مشاهدينا بنحط قطعة الكيك اللي عندنا، هذا هو شكلها، وبنبتدي نزينها بشرايح من او انصاف الفراولة عشان نكسر اللون. وبكذي مشاهدينا انتهينا وياكم من طبق الفوالة لليوم اللي هو التيراميسو بالنكهة الخليجية. اتمنى ان وصفتنا نالت على اعجابكم، واتمنى انكم تجربونها، وعليكم بألف عافية.